عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. مرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ بيتي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم كيك يومي لذيذ بزاف، سهل وسريع التحضير، فابقوا معايا من أول فيديو حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير وعلى الطريقة. فرجة ممتعة. نمر الآن لذكر المقادير اللي غادي نحتاجو لتحضير الكيك. عندي 4 الحبات ديال البيض، كاس مع مرش ديال الزيت، كاس ونصف ديال عصير البرتقال، كاس سنيدة، معلقة صغيرة ديال الخل، قريصة ديال الملح، وواحد فاني، 3 الخمارات ديال الحلوى، والدقيق تيبقى على حسب الخليط. نبداو على بركة الله. طريقة التحضير: في إناء اللي غادي نخلط فيه جميع مقادير الكيك غادي نوضع قريصة ديال الملح، البيض، غنضيف سنيدة، ساشي ديال الفاني، غنزيد عصير ديال البرتقال، وانا تنحرك في الخليط ديال الكيك. الآن غادي نبقى نضيف الدقيق تدريجيا، الدقيق من طبيعة الحال سبق لي وغربلته جيدا. غنضيف الآن خمارات ديال الحلوى،
وغادي نبقى نضيف الدقيق تدريجيا حتى نتحصل على القوام اللي انا باغا، ونرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم القوام ديالو كيف كيصبح. وهذا هو القوام اللي كنتحصل عليه كيف ما واضح في الصوره. الان غادي نضيف معلقه ديال الخل، ملعقه صغيره فقط، والان غادي نفرغ الخليط ديال الكيك في المول اللي سبق لي ودهنته بالزيت ورشيته بالدقيق. وغادي ندخل الكيك الفرن يكون بارد، عاد غادي نشعل عليه ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي من بعد ما توجد. ورجعت معكم في الشكل النهائي ديال الكيكه اللي حضرت معكم بعد ما طابت وخرجتها من الفرن. كتجي على هذا الشكل كيف ما واضح في الصوره. غندوز الان باش نقطعها. وهذا هو شكل الكيكه كيف ما واضح في الصوره من بعد ما قطعتها. كتجي صراحه خفيفه بزاف ولذيذه في نفس الوقت، سهله وسريعه التحضير. كنتمنى انكم تجربوها وان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. والى لقاء جديد في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.